محطة الخدمة باتضاع. أول محطة هنقف فيها هي محطة إليصابات. بصراحة القصة في لوقا 1 واضحة وجميلة قوي، تفرجنا على اتضاع أمنا العذراء وتورينا كمان بصوا القديسين بيفكروا إزاي. لما جالها الملاك وبشرها ببشرة عظيمة جدا بالنسبة لها وحاجة تفتخر بيها أي امرأة إنها منها هيتجسد المسيح، فأخذت الرسالة. وفي آخر الرسالة الملاك كان بيقول لها إنه إليصابات قريبتك هي كمان حبلى في شيخوختها، علشان مفيش حاجة مستحيلة على ربنا. فساعتها أمنا العذراء مريم قفلت الحوار مع الملاك بهذا أنا أمة الرب. أول فكرة جت في بالها يا إليصابات الكبيرة العجوزة هي كمان حبلى، فأكيد محتاجة الخدمة وأكيد محتاجة لرعاية. أول قرار بعد ما الملاك انصرف من عندها إنها أخذت بعضها وسافرت. والكتاب المقدس واضح قوي في لوقا 1 فمضى من عندها الملاك، أدي آخر حاجة كانت بينها وبين الملاك، فقامت مريم بسرعة إلى الجبال لمدينة يهوذا. يعني سافرت في أرض وعرة كمان، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. سافرت علشان تبقى مع إليصابات ويدور الحوار اللي يورينا إزاي الاتضاع الجميل. لأنه في تسبيحة بقى أمنا العذراء وهي بتسبح ربنا مع إليصابات على النعم العظيمة اللي جت لإليصابات إنها تحبل وتلد يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، وأمنا العذراء هي كمان تحبل وتلد مخلص العالم كله. فوقفوا طبعا هما الاثنين في تسبيحة جميلة تقول أمنا العذراء تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي، وتتكلم على إزاي ربنا شاف الغلابة والمتواضعين ورفعهم واداهم النعمة واداهم البركة. فتفرجوا على تواضع أمنا العذراء، وكمان في نفس الوقت اتفرجوا على الخدمة الباذلة، لأن هي برضو بنت وحامل في شهورها الأولى، وتتحمل كمان مشقة السفر وتروح تخدم في هدوء وفي صمت لإليصابات، وتقضي عندها شهور تخدمها لحد ما جت إليصابات خلاص قربت تولد. رجعت تاني أمنا العذراء في هدوء وبعيد عن الدوشة، وكأنها بتدينا رسالة إنه الخدمة لازم تكون في خفاء وفي هدوء، ولازم تكون باتضاع. مهما ربنا كلفنا بأعمال عظيمة عمرها ما هتبقى زي عمل أمنا العذراء مريم إن يتجسد منها الله الكلمة ربنا يسوع المسيح. فمهما كان أنت دورك إيه مش هيجي جنب دور العذراء حاجة. بس تتفرج على دور أمنا العذراء إزاي استلمته من الملاك وكملته باتضاع وبمحبة وبهدوء. فالخلاصة إننا نتعلم إزاي الاتضاع هو اللي بيخليك خادم حقيقي. اوعى لما تاخد رسالة ولا لما تاخد مسؤولية ولا لما تاخد حاجة تتباهى بنفسك وتفرح كده وتقول ده أنا بقيت أمين خدمة ولا ده أنا بقيت خادم مش عارف إيه. أيا كانت المسؤولية، طول ما أنت عارف تتعلم سكة التواضع كل ما ربنا يعمل بيك أعمال عظيمة. ومنها العذراء كانت أستاذة في التواضع فأخذت أعظم خدمة ممكن بشر يخدمها. فعشان كده أنت كمان لو عايز خدمتك قدام ربنا تبقى خدمة عظيمة وكبيرة لازم تبقى في الخفاء وفي تواضع. أما لو حبيت تتظاهر وتفتخر بخدمتك فأعرف كويس قوي إنها هتبقى خدمة هشة وخدمة ضعيفة. أمنا العذراء عرفت السكة اللي تخلي خدمتها خدمة مقبولة قدام ربنا. فيا رب نتعلم كلنا إزاي نخدم بتواضع، ونشوف أمنا العذراء كمثال جميل لينا علشان نتعلم إزاي نتواضع وإزاي نخدم بمحبة.